المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج حوارات. مشاهدينا، يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف الفنان التشكيلي والشاعر والباحث السوداني الإريتري دكتور تاج الدين نور الدايم. دكتور تاج الدين نور الدايم قام بتحضير دراسة ماجستير بعنوان تصميم حرف رقمي للحاسوب مستندا على نقوش جزيرة دهلك، كما قام أيضا بتحضير دكتوراه بعنوان نقوش دهلك كمصدر مؤرخ للخطوط اللينة. دكتور تاج الدين، أهلا ومرحبا بك بعد غياب طويل عن استديوهات الفضائية الإريترية. أهلا وسهلا أستاذ صلاح، وأهلا وسهلا بكل المشاهدين عبر النافذة المضيئة الفضائية الإريترية، وأتمنى أن أكون ضيف خفيف الظل على المشاهدين. أهلا بك دكتور. طبعا الحديث معك متشعب لأنك شاعر وتشكيلي ومؤرخ وباحث أثر، يعني ما أعرف حنتناول كل الحاجات دي مع بعض، لكن كل هذه يجمع بينها شيء اسمه الفن. أكيد. فممكن نبدأ كمدخل عن الفن وعلاقته بالآثار بالتشكيل وفي الحقيقة الفن هو الإطار الجامع لكل النشاطات الإنسانية بصفة عامة. يعني إذا أخذنا يعني حتى في جلستنا نحن هسه جالسين في هذه، كل الأشياء اللي حولنا دي مصممة بمصمم صناعي اللي هو فنان، بناء على النسبة المثالية في الكون اللي هي نسبة جسم الإنسان. يعني والرابط يعني أو الدافع الأساسي للفنان ليبدع أو يحاول معالجة بعض الظواهر الطبيعية الموجودة حوله، ده النتاج الطبيعي للتاريخ اللي هو فيما بعد حيصير يعني أشياء ممكن الناس يعتمدوا عليها في معرفة كنه أو صفة الأرض. ويعني زي ما كنت بقول قبل كده إنه الأرض هي أرض، يعني بدون ثقافة الإنسان وبدون تاريخه أوجده في فترات متعاقبة على الأرض هو اللي بيكسب الصفة. يعني لما نقول إريتريا بتعرف تتميز بثقافة شعبها، بالتاريخ أو النشاطات اللي أحدث الشعب على مر العصور، فبتاخذ الصفة. يعني مش الحدود السياسية هي اللي بتميز الأقطار ولا الأرض، الثقافة والتاريخ هي اللي بتميز الأرض. أي نعم دكتور تاج الدين. ننتقل إلى الماجستير والدكتوراه. أولا أنا استوافنت في بداية رسالة الدكتوراه الإهداء، بدأ من إهداء البحث، يعني مكتوب فيه إهداء إلى شهداء الثورة الإريترية الذين مهروا بدمائهم دروب الحرية وأمنوا بتضحياتهم سبل البحوث العلمية. المغزى، وأنا طبعا يعني أي نشاط يعني دأبت إنه أقوم به بهديه إلى الشهداء، لأنه نحن جلستنا دي حاليا نتاج لتضحيات الشهداء. يعني هم ما قدموه قدموا القالي والنفيس. يعني احنا الواحد قدر ما يتحدث عن الشهداء ما لا يوفيهم حقهم أبدا، لأنهم هم قدموا يعني أن احنا بالصدفة دخلنا، لكن كنا نتمنى أنه يكونوا معانا، بس لكل يعني الحرية دايما مهرها غالي. نعم. وهم يعني بتضحياتهم كانوا مهر للحرية. فأنا يعني دائما دأبت إنه حتى أي إنتاج بنتجه أو أي بعمله بهديه لأبناء الشهداء، لأنه ديل هم يعني الظل الخفي لتضحيات آبائهم. نعم بالتأكيد. ننتقل إلى الدكتوراه والماجستير، وكلها متعلقة بدهلك وجزيرة دهلك. نعم. والنقوش الموجودة في جزيرة دهلك. أولا، الدافع لدراسة الخطوط اللينة
في شواهد القبور الموجودة في جزيرة دهلك؟ ما هو الدافع؟ طبعا المراغب للبحوث اللي كتبت عن تاريخ الخط العربي بصفة عامة بيجد انه في مغالطات كثيرة جدا حادثة. نعم. وبيتحدثوا عن يعني يذكروا بعض الشواهد او الوثائق الموجودة اللي بتدل على تاريخ نشأة الخط العربي او الصفة المعينة للخط العربي اللي هو اللين. نعم. طبعا الخط بنقول الخط اللين، الخط العربي لما بدأ خط بزوايا قائمة، يعني ما فيه خطوط منحنية كثير ولا فيه ما يعرف بالكاسات يعني. نعم. أو يعني الانحناءات اللي بتحصل في الخط بصفة عامة، والحروف الرأسية فيه ممشوقة، فدي سمي بالخط اللين. وده بدأ في فترة من بعض يعني العصر الأموي والعباسي وكده، وبدأوا يعني تقريبا في القرون الوسطى أكثر معظمه. نعم. ويعني بياقوت المستعصمي وابن مقلة وابن البواب، طبعا الناس اللي بيعرفوا الخطوط بيكونوا عارفين تاريخهم، هو بدأوا الحروف اللينة ازاي. نعم. فعندنا في دهلك يعني أنا لاحظت إنه بيشيروا لنقوش معينة، يقول لك مثلا أول مرة بدأ الحرف العربي يظهر في شواهد القبور في نقشين موجودين في متحف الفن الإسلامي في القاهرة. نعم. وأنا يعني من هنا أحب أشكر جدا الإخوة في متحف الفن الإسلامي في القاهرة اللي تعاونوا معي لما كنت أعمل في الدكتوراه. نعم. مشيت وسمحوا لي بأن أشاهد النقوش وكده، وطلعت النقوش الموجودة اللي بيستدلوا بيها من دهلك، نقوش جزيرة دهلك ومذكور. يعني طبعا أنا اعتمدت في المتابعة بتاعت النقوش كلها على كتابات جيوفاني ومن. نعم. هو مؤرخ لخطوط دهلك كثير جدا، وأنا أعدت بعض القراءات لبعض النقوش وعدلت فيها بعض التعديلات، يعني اللي هي كانت في القراءات، يعني سواء كان في التاريخ أو في الأسماء أو كده. فالنقوش الموجودة في كلها في يعني في الفترة التاريخية المحددة اللي هي كاتبينها أو كتبوها الكتاب بتاع نقوش جزيرة دهلك، بتواكب نفس الفترة اللي استدلوا بها، يعني فترة ياقوت المستعصمي، فترة ابن مغلة، فترة ابن البواب، كلهم نفس الفترة لكن غير مذكورين. يعني ما فيش حد كتب عن مساهمات الكتاب ديل في تطوير الحرف العربي. نعم. بالإضافة إلى أنه النقوش دي منقوشة على حجر، يعني غير قابلة للتزييف أو التزوير أو المغالطات، لأنه أي تعديل فيها بيضر النقش نفسه. وكلها يعني النقوش المكتوبة بالحروف اللينة عليها التاريخ المثبت. نعم. وأنا قدرت أحصر من خلال النقوش الكتاب نفسهم اللي كتبوا النقوش، اللي هم 10 حسب التوقيعات اللي وجدتها في النقوش بتاع الموجودة في جزيرة دهلك، بالإضافة إلى بعض النقوش المبعثرة حول العالم. يعني كل ما أسمع إنه في نقش موجود في مكان بمشي، يعني مشيت الهند عشان أشوف النقش. عندنا النقش في بومبي، لكن وصلت بومبي قالوا لي ودوه كالكتا. في أمريكا برضو سمعت إنه في بوسطن في نقوش من جزيرة دهلك، مشيت وجدتها تنتمي لجزيرة تانية. الناس كانوا ادوني معلومة مغلوطة شوية. المتحف البريطاني يعني مشكورين، مدوني بالشاهدين اللي عندهم من جزيرة دهلك. في مصر فيها أكثر من شاهدين، لكن اللي لقيتهم معروضات هم 2 في متحف الخرطوم، يعني
في موجود برضو، أنا أحب أوري المشاهدين إنه دي النقوش حول العالم. نعم. مش دهلك. نعم. يعني في أمير ويلز عندنا 3، في المجتمع الآسيوي البنغالي في كاليكوت في 1، وفي مصر في 9، في السودان في 5، في المتحف الوطني الإريتري موجودات 63، دي المحفوظات في الحفظ والصون. نعم. في أوروبا في إنجلترا في 3، في المتحف البريطاني في لندن وجدت منهم 2. نعم. اليونان في متحف بيانكي أثينا في 1، فرنسا في بارلي دوغ 1، نعم. إيطاليا فيها 61، لأن أنا ما أعرف لهم جهة إلا الواحد يصلب، في متحف بارلي دوغ، في متحف بايلو دي تريفسو في 1. ودي طبعا هي محصورة وموجودة. نعم. يعني اللي قدرنا نوصل له آخر يعني واحد أنا وصلت له اللي هو يمكن أوريه للمشاهدين، اللي هو يعني في نقش موجود في هذا النقش ده بتاع السلطان أحمد بن إسماعيل. نعم. اللي هو آخر سلاطين دهلك وقتل بواسطة البرتقاليين. النقش ده موجود في فرنسا في حتة اسمها بارلي دوغ، وتواصلت معاهم ورسلوا لي الصور بتاعتهم. ولكن أنا بحب جدا أشوف يعني لأنه بحوثي كلها ميدانية، أحب ألمس يعني أتأكد بعيني إنه ده فعلا موجود. وكتر خيرهم يعني السفارة الفرنسية وافقت إنه تديني فيزا. يعني النقوش دي هل هي يعني كانت هنا في دهلك وراحت من هنا؟ أيوه، هو النقش ده بالذات. نعم. يعني ده كتب عنه رينيه باسي. نعم. قبل كده، وترجم بواسطة البعثة الثقافية بواسطة الأستاذ عثمان صالح سبي. نعم. ورينيه باسي بيقول إنه وجدوا في جراج، يعني مرمي في جراج بتاع عربات، فشالوا المهم وعمل مغروئيته وكده، وفي النهاية سلموا لمتحف بارلي دوغ. نعم. بارلي دوغ خارج باريس في فرنسا سموير، أنا ما بعرف المكان، لكن هم عرفوه يعني ناس المركز الثقافي الفرنسي. نعم. ويتواصلوا معهم ورسلوا لي الصور بتاعته. الصورة دي تحديدا نعم. من الصور اللي رسلوا لي. طيب دكتور، طبعا دي كلها نقوش بتاع دهلك. نعم. وده يقودنا لسؤال حول تاريخ جزيرة دهلك أصلا. ولماذا كل هذه النقوش؟ لماذا كل هذه الشواهد؟ ده يقودنا للسؤال حول تاريخها. طبعا دهلك بموقع المعلوم، يعني الموقع الاستراتيجي، هذه جايز تكون ظاهرة للمشاهدين. نعم. دهلك بتقع في أرخبيل، هي أكبر جزره. يعني أرخبيل جزيرة دهلك هي أكبر الجزر فيه، وكانت يعني مركز تجاري بداية. نعم. لكن تحولت إلى مركز ثقافي جامع بعد النزاعات اللي حدثت في الدولة الإسلامية. نعم. فلجأ عدد كبير جدا من العلماء والكتاب والشعراء إلى حتى رأس المال بعضه نزح إلى جزيرة دهلك. نعم. فدهلك بما فيها من مقومات، يعني موقع وسطي. السفن طبعا كلها كانت سفن شراعية وسفن صغيرة يعني. نعم. فالهدوء بتاع المياه في الأرخبيل كان برضو من الأشياء اللي بتخلي المراكب الشراعية فرضا تمر بمنطقة دهلك. نعم. ودهلك يعني تاريخها يتشكل في مراحل متعددة. نعم. المعلوم منه فقط ده اللي حنتحدث عنه، لكن بالتأكيد أي منطقة يعني تجارية أو منطقة استراتيجية زي دهلك بيكون عندها تاريخ ضارب في القدم. نعم. فدهلك فيها يعني عدد من قامت فيها سلطنة معتبرة، يعني مش سلطنة. وكان لما تذكر دهلك بتذكر دهلك
مش منتمية بانتماء لأي جهة تانية، وإنما دهلك كمنطقة يعني قائمة بذاتها زي دولة يعني. وكان عندهم نزاعات كثيرة جدا مع زبيد، ويعني حتى في فترة من الفترات دهلك حكم الزبيد في اليمن. ودي طبعا النزاعات بتاعت اللي كانت بتنتقل من بين زبيد وبين دهلك يوضح انه عمق التواصل بيناتهم. وعدد من الاغتيالات كان بتحدث من وقت لآخر لبعض السلاطين، ودي المذكورة في شواهد القبور بتاعتهم. فمن ضمن شواهد القبور الموجودة يعني في مثلا المبارك هو بيقول انه هو من أسس للسلطنات بتاع دهلك. لكن قبل المبارك كانوا في سلاطين، يعني أنا وجدت في واحد اسمه الناصر سنة 141 هجرية، يعني ده قبل المبارك بكثير، قبل السلسلة بتاعت المبارك وأسره. بعدين أبو السداد يعني هو برضه من السلسلة بتاعت السلاطين اللي هو في يعني مربوط أسريا بالمبارك. ويحيى برضو دي الشواهد بتاعتهم موجودة برضو مربوط بالسداد، وأبو السداد نفسه الموفق، ومالك ويحيى الثاني وأبو عبد الله. يعني الفترة بتاعتهم تقريبا بتمتد من 460 هجرية إلى 566. في خلال الفترة دي في حركات سياسية كثيرة جدا، يعني اغتيالات والتنازع في الحكم وهجرات وكده. لكن الأهم منها أنه في 3 سلاطين ديل ما موجودين في السلسلة، يعني من ضمنهم الأول هو الناصر، السلطان الملك الناصر صلاح الدين ابن السلطان أحمد ابن إسماعيل ابن مالك. هنا بتبدأ السلسلة بتاعت سلاطين آل إسماعيل اللي هم آخرهم، يعني بعده كان السلطان مالك إسماعيل ابن مالك، وآخر واحد كان السلطان أحمد ابن السلطان إسماعيل اللي هو الشاهد بتاعه موجود في بارليدوك في فرنسا. وده كان في تقريبا 1540. وفي نزاعات هنا، يعني في كلام كثير بيتقال عن السلطان ده بالذات، لأنه بيقولوا انه هو طبعا مواكب للفتره بتاعت احمد قرنج. واحمد قرنج كان يعني الهدف بتاعه الاساسي يعني كان الدعوه، يعني دايرين ينصر الدعوه عليه وينشر الاسلام في منطقه في القرن الافريقي. وكان بيقال انه هو كان عامل لأحمد قرنج على حرقيقه وكده، ويعني أداه الصفات إنه يعني يكون جزء من المد الماشي به أحمد قرنج. عشان كده كان العداء بينه وبين البرتقاليين، لأنه البرتقاليين كانوا أعداء أحمد قرنج في اثيوبيا. بالتالي كل الناس المنتمين له والناس اللي هم من طرفه هم يعني هدف بالنسبة لهم. وطبعا بيذكر انه برضه هو يعني والده في دهلك قتل المبعوث بتاع فاسكو دي جاما. الرحالة كان هو ابن فاسكو دي جاما، كان هو قائد الأسطول البرتقالي الموجود في المحيط وفي البحر الأحمر. طبعا البرتغاليين كان هدفهم حاجة واضحة جدا، انه دايرين يكفلوا من رأس الرجاء صالح الى بومبي. عشان كده وصلوا بومبي، وصلوا جوا، ومن هناك بقوا يتحركوا في المجال ده، ومن ضمنها البحر الأحمر. فلما الامبراطور الاثيوبي استنجد بهم تدخلوا، وكان أحمد قرنج استعان بالأتراك، والأتراك كانوا مستقرين في زبيد وقتها، يعني كان عندهم قوة في اليمن كبيرة جدا. فأحمد بن إسماعيل يعني هو يمكن يكون آخر سلاطين دهلك، لأنه بمجرد ما أبوه قتل المبعوث وهربوا من دهلك، كل الناس طلعوا إلى مصوع،
والبرتغاليين لما جو وجدوا انه حتى النازل البهايم ضبحوها، يعني ما خلوا اي حاجه ممكن حي يستفيدوا منها الجيش البرتغالي. فالبرتغاليين يعني انتقاما منهم دمروا ما تبقى من دهلك ودخلوا مصوع. هو قتل في دهلك في مصوع لما معروفه، لكن هو كان عامل لاحمد قرانج على المنطقه دي، يعني من جزء من السلطنات الموجوده في القرن الافريقي، كاكبر السلطنات العامله الفاعله الاقتصاديا قائمه بنفسها. نعم. وبتشهد طبعا الانصاب والشواهد القبور بما فيها من يعني كل يمكن اسبان وبيزنطيين وهنود وتونسيين وسودانيين مصريين كلهم موجودين كانوا في ذلك من ضمن شواهد القبور الموجوده. نعم. نرجع لنقوش جزيرة دهلك والخطوط اللينة. كما ذكرت أنت بتقول في الدراسة أن نقوش جزيرة دهلك هي أحد مصادر التوثيق لخطي النسخ والثلث في اللغة العربية. تمام. هو طبعا الاعتماد على الوثائق يعني ده السبب بين المؤرخين العرب وبين المستشرقين. نعم. المؤرخين العرب بيكتبوا بناء على أشياء يمكن تكون نظرية أو يعني منقولات شفاهيا وكده. نعم. لكن المؤرخين المستشرقين بيعتمدوا على الوثيقة نفسها، بيشيلوا الوثيقة ويحللوها. نعم. فأدولف كروهمان واحد مؤرخ يعني مشهور جدا، هو اللي كتب عن تاريخ النسخ والثلث. نعم. ويتكلم عن الشواهد الموجودة في متحف الفن الإسلامي. نعم. والشواهد الموجودة هناك يعني فيها الخط النسخ والثلث بسيطة جدا، يعني ما مش بالكسر الموجود، يعني شاهدين الموجودات. لكن إذا أضفنا يعني الشواهد بتاعت الموجودة في بريطانيا نسخ وثلث، الموجودة في دهلك يعني محاسن الصدف إنه أنا يعني في 92 مشيت دهلك، كنت بعمل زيارات كثيرة جدا وجمعت عدد كبير يعني صورت عدد كبير من الشواهد اللي هي للأسف إنه جزء منها يعني حاليا احتمال يكون غير موجود، يعني أنا ما شفتها ثاني ولا يعني قدرت أصل لأنه هي مشت وين يعني. بالإضافة لجزء كبير جدا منها يتكسر يعني يتعرض للتلف. فنقوش دهلك طبعا هي لما بدأت زي ما بدأت بالخط الكوفي الجامد أو الناشف اليابس. ده اليابس، يعني ده الفرق بيناتهم الاثنين. لما نقول يابس هنا اللين هو الاثنين. فلما بدأ الخط نقوش دهلك في الخط اليابس بدأ بطريقة غريبة جدا، يعني تقليد للخطوط اللينة الخطوط الموجودة أو الكتابات الموجودة في المنطقة، ومن ضمنها الجيز. يعني حرف الجيز طبعا بيكتب بين سطرين، يعني من أعلى السطر إلى أسفل السطر بيشغل المسافة دي كلها. الحروف العربية يعني كتاب دهلك لما بدأوا برضو يشغلوا نفس المسافة حتى بالحروف اللي ما مفروض تطلع للسطر فوق. يعني مثلا هنا في جايز يكون هنا ما عندي مؤشر، لكن هنا في الشاهد ده بالذات يعني جايز يكونوا شايفينه الصورة دي اللي هو في يشتغلوا بحاجة اسمها المزاوجة التيبوغرافية. دي آخر صيحة للتصميم الرقمي للحروف العربية يشابهوا به الحروف الأجنبية، اسمه المزاوجة التيبوغرافية. فناس يعني خطاطين دهلك اشتغلوا بها قبل في القرون الوسطى، يعني قبل أكثر من تقريبا 700 ولا 800 سنة اشتغلوا بها. يعني لأنه بتلقى إنه مثلا دي لاحظ ما أعرف هي واضحة ولا لا، لكن هنا في كلمة الغرور اللي هي دي الكلمة دي الغرور.
الغرور الراء طبعا دائما تحت السطر، نعم. مرفوعة إلى أعلى السطر، والواو إلى أعلى السطر، والراء إلى أعلى السطر. يعني لو لاحظت للكتابات الموجودة بالعربي في خط التحت بتشبه الكتابات الموجودة بالتجرينية والسوي والجيز، آسف بالجيز في الحروف الفوق. بعد كده يعني تم التجاوز المرحلة دي، بقى ينزلوا الحروف إلى تحت، الشكل الحرف العربي بدأ ياخد شكل. يعني بدايات الحرف العربي لما كان موجود كان مشابه جدا لحروف الجيز. وبعدها حصل التطور وبدأت الحروف اللينة، يعني بدأوا ينزلوا الحرف لتحت. يعني زي ما احتمال أشوف لك واحد من الشواهد هنا فيه، يعني زي ده مثلا، زي الشاهد ده، لو هناك الحروف كان بيرفعوها إلى أعلى السطر. هنا الشواهد هنا بقى قبر الراء في محلها، يعني الكاف في محلها، الدال في محلها، يعني الحروف كلها المكتوبة أخذت الشكل بتاع إنه على السطر، على السطر على السطر، والمرتفع من السطر يرتفع، والتحت السطر يخطوا على السطر ما بينزلوا بقوا تحت. الحروف اللينة لما بدأت بأنه تنزل تحت السطر وترتفع إلى أعلى من السطر في بعض الحروف. ودي الحروف اللينة المستعملة اليوم. يعني لحد الآن الناس بيستعملوا، يعني الحروف المستعملة عندنا هي الحروف اللينة الموجودة عندنا حاليا. بالنسبة للخط الثلث طبعا بيعتبر من يعني الفترة بتاعته من 594 تقريبا، اللي هي دي الفترة اللي بيحددوا بها، اللي هي 1172. والشاهد المذكور هنا في كدليل على بداية خط النسخ والثلث أو الحروف اللينة في شواهد القبور هو الشاهد الموجود في متحف الفن الإسلامي والتابع إلى جزيرة دهلك. يعني في حاجات كثيرة جدا، يعني تاريخ عظيم جدا مبعثر، وبس بيحتاج لدراسات. والدراسات يعني التاريخية، التاريخ لا يكتب بالعاطفة، التاريخ بيكتب بالوثائق، ونحن بنمتلك الوثائق. فبالتالي وجب علينا انه نعدل التاريخ الشفاهي المكتوب بالعاطفة الى تاريخ يعتمد على الوثائق، عشان نثبت انه حقية إريتريا ببعض المعلومات المهمة جدا في تاريخ ونشأة الحرف العربي. بالتأكيد. دكتور تاج الدين، الحديث معك شيق، لكن الزمن داهمنا، وصلنا إلى نهاية الحلقة الأولى. سنواصل في الحلقة الثانية إن شاء الله في الأسبوع القادم. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الأولى من هذا اللقاء والحوار الذي نجريه مع الفنان التشكيلي والشاعر والباحث السوداني الإريتري دكتور تاج الدين نور الدايم. حتى جديد الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.